السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحاضرة الثانية من كورس تيستنج ويز اجايل اند جيرا. السنة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن اليوزر ستوري وازاي بتتكتب وازاي نقدر نقراها. النهارده إن شاء الله هنكمل قراية اليوزر ستوري ونشوف احنا ازاي ممكن نطلع منها تيست كيسز وازاي التيست كيس دي بتتكتب. ولكن قبل ما نبدأ تعالوا نراجع بسرعة يعني إيه أصلا تيست كيس. وات از تيست كيسز؟ التيست كيسز هي عبارة عن مجموعة من الكونديشنز اللي بنقيم بيها جزء معين من السوفت وير علشان نقدر نقيمه ونتأكد من انه بيماتش كل الريكويرمنت بتاعت العميل. بمعنى تاني نقدر نقول ان التيست كيسز هي شيء بيجمع كل التستات اللي المفروض هنعملها علشان نتأكد ان الفيتشر بتاعتنا شغالة صح وبتحقق كل المواصفات المطلوبة من العميل. يعني انا باختصار ببدأ اجمع كل السيناريوهات اللي انا ممكن اعمل لها تيست. والله العميل كان طالب 1 2 3 4 ودول مكتوبين في اليوزر ستوري في الاكسبتنس كرايتيريا بتاعه التاسك. هنبدا نحلل اليوزر ستوري كل حرف فيها وكل نقطه فيها ونبدا نكتب عليه سيناريوهات بحيث ان احنا نبقى متاكدين ان احنا عملنا كفر لاكبر جزء ممكن من التست كيسز. تعالوا نشوف احنا ازاي ممكن نعمل ده مع بعض. قبل ما نبدا حابب افكركم بمسابقه الكورس بتاعنا، وهي عباره عن 4 مسابقات باجمالي جوائز $250 امريكي وتدريب مدفوع الاجر لواحد من الفايزين. كل التفاصيل موجوده في نهايه الفيديو، فتاكد انك تتفرج على الفيديو لحد الاخر لو انت مهتم بالمسابقه. ويلا بينا نبدا السيشن بتاعت النهارده. خلونا دلوقتي نرجع لليوزر ستوري اللي احنا كنا شغالين عليها ونبدا نشوف احنا ازاي نكتب منها تيست كيس. السيشن اللي فاتت كنا قرينا اليوزر ستوري دي كويس مع بعض وعملنا لها انالايز، ولو فاكرين كنا قلنا ان في شويه نقط لازم نركز عليهم واحنا بنكتب التيست كيسز. ولكن سريعا خلونا نراجع عليها ونشوف احنا ممكن نعمل ايه. الديسكريبشن بيقول لك از يوزر ان انا عايز اشوف كل الافيلبل برودكت في الهوم بيج واقدر اتفاعل معاها واقدر اعمل اد او ديليت لاي ايتم في الكارد بتاعتي. وكانت دي الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتنا. اول نقطه في الاكسبتنس كرايتيريا معانا ان اليوزر لازم يقدر يشوف كل الافيلبل برودكت والديتيلز بتاعتها. انا اختصارا للوقت حضرت شيت فيه مجموعه تيست كيسز، طبعا هي مش كامله اختصارا للوقت، ولكن عملت التيست كيسز المهمه اللي احنا ممكن نتكلم عليها، ومن خلالها ممكن نقدر نفهم ازاي نحول اليوزر ستوري لمجموعه من التيست كيسز وازاي اصلا التيست كيسز دي بتتبني. زي ما احنا شايفين هي دي التيست كيسز. للاسف جيرا نفسها مش بتوفر تول انك تكتب عليها تيست كيسز، ولكن في تول سبورتد لجيرا بيتكتب عليها تيست كيسز، ولكن دي مش فري، دي لازم ليها اشتراك شهري. ولكن عادي احنا ممكن دلوقتي مع بعض عشان احنا بنتعلم نكتب التيست كيسز على اكسل شيت، مفيش مشكله. وعلى فكره في شركات اوريدي شغاله بالاكسل شيت، فهو ما فيهوش اي مشكله. المهم انك تبقى فاهم الاستراكشر بتاعه التيست كيس او التيست كيس بتتكون من ايه، بغض النظر عن التول اللي انت هتستخدمها. اللي هتعمله في الاكسل شيت هو اللي هتعمله على اي تول اونلاين هتكتب عليها التيست كيسز بتاعتك. تعالوا نشوف مع بعض التيست كيس دي بتتكون من ايه وازاي بتتبني. اول حاجه تعالوا نبص على الفيلدز. اول حاجه انا لازم يبقى عندي التيست كيس اي دي، ده اي دي مميز لكل تيست كيس، وده بستخدمه علشان اقدر اعمل التريسابيلتي ماتريكس بتاعتنا. الناس اللي ذاكرت الاي سي كيو بي عارفه التريسابيلتي ماتريكس، ولكن سريعا هي التول انا بعملها عشان اقدر اربط البروجكت ببعضه. والله هبقى عارف التست كيس دي ليها اي دي معين، لما يطلع بج اقدر اربطه بيها بحيث ان انا ابقى عامل تريسابيلتي للايشوز بتاعتي وعارف كل حاجه سببها ايه. فانا عندي هنا زي ما اتفقنا اول حاجه التست كيس اي دي. بعد كده الكومبوننت اللي انت بتعمل لها تيست. والله احنا هنا كنا بنعمل تيست للهوم بيج، ده عشان برضو ابقى عارف ان مجموعه التست كيسز دول بيتستوا انهي كومبوننت، لازم ابقى عارف الكومبوننت اللي انا هعمله. تالت حاجه البريورتي. ايه مدى اهميه التست كيس دي؟ البريورتي بتاعتها لما اجي اتعمل لها رن، البريورتي دي بتفرق معايا في ايه؟ بتفرق معايا ان انا دايما برن الهاي بريورتي تيست كيسز وبعد كده ببدا بالاقل بالاقل بالاقل، عشان لو اتزنقت في التستنج وما عادش عندي وقت ابقى عملت الحاجات المهمه، والحاجات اللي ما عملتهاش هي الحاجات الاقل اهميه. عندي كمان البري ريكويستس، والبري ريكويستس هي حاجه لازم تحصل قبل التست كيس بتاعتك ما ترن. في كيس زي بتاعتنا احنا محتاجين ايه يحصل قبل ما نبدا التست كيس؟ ان احنا نفتح البراوزر. اي حاجه هتتعمل في التست كيس لازم تتكتب حتى لو انت هتفتح البراوزر. نيجي بقى في الحاجات المهمه، التست ستيبس، ودي الستيبس اللي انت هتمشي عليها عشان تعمل اكسكيوت للتست كيس دي. يعني ايه؟ يعني ده سيناريو. والله انا السيناريو مثلا، تعالوا نبص نقرا السيناريو مع بعض عشان نفهم اكتر. الحاجات دي هتتفهم لو احنا خدنا عليها مثال. انا هنا في اول مثال قلت له verify that when user login to website will be able to see all product on home page. ده عشان تماتش الاكسبتنس كرايتيريا رقم 1. ده كده السيناريو. انا قلت ان انا محتاج اعمل لوجن فاقدر اشوف كل الايتمز بتاعتي على الهوم بيج.
طيب زي ما قلنا ده كده السيناريو ده له ستيبس، تعالوا نقراها مع بعض. اول حاجه انك هتفتح الويب سايت بتاعنا، تاني حاجه انك هتدخل الفاليد يوزر نيم، تالت حاجه انك هتدخل الفاليد باسورد، ورابع حاجه انك هتدوس لوجن. دي الخطوات اللي انت هتمشي عليها. ودايما في مصطلح بنقوله كده واحنا بنكتب التست كيسز، ان احنا دايما بنكتب بيبي ستيبس. بيبي ستيبس يعني ايه؟ يعني تخيل معايا ان انت باعت اخوك الصغير عنده 4 سنين يجيب لك حاجه من الدولاب بتاعك، لو قلت له روح هات لي الحاجه الفلانيه وسكت، غالبا هيبهدل الدولاب كله ويقلبه كله عشان يجيبها. انما انت لازم تقول له هتروح على الدولاب، تفتح الضلفه الثانيه هتلاقيه في الرف الثالث، هاتها وتعالى. بيبي ستيبس، خطوات دقيقه جدا، ما تدوش مساحه ان هو يتبتكر او ان هو يفكر من عنده. دايما احنا بنعمل كده واحنا بنكتب التست كيسز، لازم التست كيس بتاعتك تكون الستبس بتاعتها واضحه جدا لاي حد هيعمل اكسكيوت للتست كيس دي. بعد كده عندي حاجه اسمها التست داتا. التست داتا دي هي الداتا اللي انت هتستخدمها في التست كيس دي. يعني انا والله مش هعمل لوجن بفاليد اكونت هنا، فانا محتاج اليوزر نيم ومحتاج الباسورد، دي التست داتا. والله لو انا مثلا بجرب عمليه بيمنت، اذا فانا محتاج كريدت كارد اجرب بيها، دي تعتبر تيست داتا. اي داتا انا هحتاجها علشان خاطر اعمل تيستنج لازم تكون محطوطه جوه التيست داتا. بعد كده عندي حاجه مهمه جدا وتكاد تكون من اهم الحاجات الموجوده في التيست كيسز، وهي الاكسبكتد ريزلت. النتيجه المتوقعه من السيناريو ده ايه؟ طيب جميل، اصل انت قلت ان انا هعمل تيست للسيناريو الفلاني، بس لو انت مش عارف النتيجه المتوقعه التيست بتاعك ده كله ملوش اي لازمه. الاله الحاسبه لو مش عارفه ناتج جمع 2 زائد 2 يبقى هي ما بتعملش حاجه. انت لازم تبقى عارف النتيجه المتوقعه لده. يعني لو بتعمل تيست الاله الحاسبه وبتجمع 2 زائد 2، انت لازم تبقى عارف النتيجه المتوقعه هي 4، لانك لو مش عارف ان النتيجه المتوقعه هي 4 بالنسبه لك اي نتيجه هتطلع تبقى شغاله. يعني لو قلت له 2 زائد 2 وطلعت 10، بالنسبه لك خلاص هي كده عملت العمليه، جمعت الرقمين. طيب النتيجه غلط، ليه ما حسيناش ان في غلط؟ لان احنا ما عندناش اكسبكتد ريزلت، مش متوقعين اي نتيجه، متوقعين انها تشتغل وخلاص، وهي اشتغلت بس اشتغلت غلط. وهي دي فكره الاكسبكتد ريزلت، الشيء اللي انا بقارنه بالاكشوال ريزلت، بالنتيجه الحقيقيه اللي تطلع معايا، ولازم الاثنين يطلعوا مع بعض. في الاخر هنا عندي الاكشوال ريزلت دي، بس دي طبعا بحطها بعد ما بعمل رن للتست كيس. يعني وانا بكتب التست كيس قبل ما اعمل رن ما بكتبش الاكشوال ريزلت، ان لسه ما عملتش رن، لسه ما اعرفش الاكشوال ريزلت ايه. بمجرد ان انا بعمل رن بحط الاكشوال ريزلت بتاعتي، بقول الاكسبكتد ريزلت بتاعتي كانت 2 زائد 2 بتساوي 4، الاكشوال ريزلت طلعت ب5، اذا التست كيس دي فيلد او فيها مشكله، وابدا اعمل باج ريبورت بده، وهنتكلم عن ده السيشن الجايه ان شاء الله. ولكن انا هنا زي ما اتفقنا بحط الاكشوال ريزلت، بحط الاكشوال ريزلت سواء كانت باس او فيل. يعني والله لو الاكشوال ريزلت طلع زي الاكسبكتد ريزلت بحطها زي الاكسبكتد ريزلت، وبحط الستيتس هنا باس. لو الاكشوال ريزلت مختلفه عن الاكسبكتد ريزلت بحطها هنا برضو وبعمل الستيتس فيل. طبعا يا جماعه في مليون فورمال تيست كيسز، الكلام ده مش قران، الكلام ده مش حاجه يعني كلنا لازم نمشي عليها، بالعكس في مليون فورم ومليون اكسل شيت ومليون ويب سايت بيخلوك تعمل تيست كيسز بفورمز مختلفه، ولكن الكور واحد. كل ده هيطلب منك السامري، هيطلب منك التست ستيبس، التست داتا، الاكسبكتد ريزلت، البري ريكويست، البريوريتي. الحاجات دي كلها هي حاجات كومون، ولكن ممكن يبقى الاختلاف في طريقه التنظيم، في ترتيب الشيت نفسه. ولكن المهم اللي انت تبقى عارفه هو اهميه كل فيلد من دول، لان ممكن الشيت يختلف ولكن الفيلدز مش هتختلف. تيست اكسكيوتد باي، مين اللي هيرن التيست ده؟ فانا حطيت هنا ان انا اللي هعمل التيست ده. كده احنا عرفنا ازاي احنا بنعمل التيست كيس وايه هي مكونات التيست كيس. تعالوا نرجع كده لليوزر ستوري ونشوف التيست كيس اللي انا كتبتها دي بتكفر قد ايه من اليوزر ستوري. تعالوا مع بعض بقى نبص على الاكسبتنس كرايتيريا. اول واحده زي ما اتفقنا ان انا لازم اشوف كل الافيلبل برودكتس بالديتيلز بتاعتها، ان انا اقدر اضيف اي ايتم للكارد بتاعتي، ان انا اقدر اعمل ديليت لاي ايتم من الكارد بتاعتي، ان الكاونت بتاع الكارد يزيد 1 كل مره، ان الكاونت بتاع الكارد كل ما اضيف ايتم يزيد 1. يعني انا دلوقتي عملت اد تو كارد فالكارد يزيد عليها 1، عملت اد تو كارد تاني يزيد عليها 2، وبرده الكاونتر ده يقل كل مره انا هشيل فيها ايتم من الكارد. هو هنا كمان كان مديني الديزاين، فانا ممكن افتح الديزاين. هو قصده على علامه الكارت اللي فوق دي، المفروض لما اعمل اد تو كارد تزيد 1 ولما ادوس ريموف تنقص 1. وهنا مديني كل الديتيلز اللي المفروض تظهر مع الايتم، الاسم والديسكريبشن، الايمج، البرايس، والاد وريموف بوتون. لو انا ضايف الايتم ده للكارد الزرار هيبقى مكتوب عليه ريموف، ولو سايبه هيبقى مكتوب عليه اد. تعالوا بقى نبص للتست كيسز اللي احنا عملناها. اول حاجه قلت له انك تعمل فيريفاي ان اليوزر ده لما يعمل لوجن هيقدر يشوف كل البرودكتس، اول واحده في الاكسبتنس كرايتيريا.
تاني تيست كيس معانا فيريفاي ذات ان اليوزر يقدر يضيف ايتم للكارد بتاعته، وحطيت هنا كل الستبس ان انا ادخل يوزر نيم صح، باسورد صح، ادوس لوجن من الهوم بيج، اروح اضيف اي منتج للكارد بتاعتي. تعالوا نبص هنا الاكسبكتد ريزلت، ان اليوزر لازم يقدر يقاد اي منتج معاه، وكمان ان الكاونت يزيد بواحد. طيب هو انا ليه عملتها في نفس التست كيس؟ انا ليه ما عملتلهاش تست كيس جديده؟ يعني ليه ما عملتش ان التست كيس الاولانيه اليوزر يروح يضيف ايتم في الكارد، والتست كيس الثانيه ان الكاونت يزيد واحد؟ مش ده اللي احنا بنعمله. احنا دايما بنحاول نقلل عدد التست كيسز على قد ما نقدر، ولكن طبعا من غير ما نيجي على حق حاجه، او من غير ما نسيب حاجه ما نعملهاش تيست. ولكن خطوه زي دي انا كده كده كل ما بضيف ايتم بيروح يزود واحد، فانا مش محتاج اعمل لهم تو تيست كيسز. تيست كيس واحده كفايه قوي ان هي تيست التو سيناريوز. انا هضيف ايتم في الكارد والكاونتر هيزيد بواحد. التو اكشنز دول هيحصلوا كده كده مع بعض، وهم مرتبطين ببعض ومعتمدين على بعض. اذا انا اقدر احطهم في نفس التيست كيس. نفس الكلام عملته مع الريموف. قلت له برضو ان انا عايز اتست ان انا اقدر اعمل ريموف من الكارد، واديته الخطوات اللي انا هستخدمها عشان اعمل ريموف في الكارد. ولو بصيت بقى في الاكسبكتد ريزلت هتلاقيني بقول له ان اليوزر لازم يقدر يريموف اي ايتم هو عايزه من الكارد، وكمان الكاونتر ينقص بواحد. ان زي ما اتفقنا بحاول اقلل عدد التست كيسز على قد ما اقدر من غير ما اسيب اي جزء ما اعملوش كفر. اخر تست كيس فيريفاي ذات اليوزر يقدر يشوف كل الديتيلز بتاعه البرودكت. وهنا في الاكسبكتد ريزلت هتلاقيني مديله كل التفاصيل اللي هو محتاجها علشان خاطر يقدر يعمل تيست للبرودكت ده ويتاكد ان كل الديتيلز بتاعته ظاهره معاه. طبعا دي مش كل التست كيسز اللي احنا ممكن نعملها، احنا ممكن نعمل تست كيسز اكتر من كده بكتير، ولكن انا عملت المين سيناريوز بس، السيناريوهات المهمه بس، وعشان كده انا مديهم كلهم البريوريتي زيرو. يعني الاربع سيناريوهات دول انا لو هعمل تيست ما ينفعش استغنى عنهم. في تيستات تانية ممكن اعملها، طبعا في تيستات كتير ممكن اعملها. ممكن ابدا افكر في النيجاتيف سيناريوز، في الايدج كورنرز، في حاجات كتير قوي مش وقت الحلقه مش هيسمح لنا ان احنا نتناقش فيها كلنا، ولكن ده الهدف الاساسي من التستنج بتاعنا. مسابقه النهارده هي احسن تيست كيسز، واللي جايزتها $50 امريكي. المطلوب منك انك تعمل داونلود للاكسل شيت اللي كنا شغالين عليه، هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو من تحت، وتكمل كل التست كيسز بكل السيناريوهات الممكنه اللي ممكن نعمل لها تيست. وصاحب احسن تيست كيسز هيكسب معانا $50 امريكي كاش. كل اللي هتعمله انك هتملى الفورم وترفع التيست كيسز وتتاكد انك محقق شروط المسابقه، وهي انك تكون مشترك في القناه وعامل لايك وشير للفيديو ده عندك على فيسبوك ولينكدين. اتمنى ان الكل يشارك، وافتكر ان المكسب الحقيقي اللي هتكسبه هو انك تتعلم معلومه جديده. وحتى لو مش هتشترك في المسابقه وشايف ان المحتوى اللي بنقدمه مفيد، اتمنى انك تعملنا بالاشتراك في القناه وشير علشان الفايده تعم. بفكركم ان المسابقه دي هي المسابقه الاولى من اصل 4 مسابقات هتنزل خلال الاسابيع الجايه باجمالي جوائز $250 امريكي. كل الجوائز هتكون كاش وبالدولار، والفايز هيستلمها مني بنفسه في احتفاليه صغيره في نهايه المسابقه هنجمع فيها كل الناس اللي كسبت معانا عشان يستلموا الجوائز بتاعتهم، وعشان نختار واحد منهم يحصل على تدريب مدفوع الاجر لمده 3 شهور مع تيستنج دراجونز تيم. فما تنسوش تتابعونا علشان هنعلن الفايز من المحاضره اللي فاتت في نهايه كل محاضره جديده. شكرا لكم جدا وتمنياتي ليكم بالتوفيق. دلوقتي جه ميعاد الاعلان عن الفايز في المسابقه الاولى واللي كانت احسن يوزر ستوري، والجائزه بتاعتها $25 امريكي. والفايز في المسابقه الاولى هو باشمهندس اسلام ناصر. الف مبروك باشمهندس اسلام. وخليكم فاكرين ان دي مش اخر مسابقه، بالعكس دي اول مسابقه، احنا لسه عندنا مسابقات كتير وفي كل مره قيمه الجائزه هتتضاعف. وزي ما شفنا ان السيشن دي المسابقه بتاعتها الجائزه فيها $50 امريكي. اتمنى ان الكل يشارك لو انتوا حابين تكسبوا، وخليكم فاكرين ان الهدف مش ابدا ان انت تكسب الجائزه، الهدف ان انت تتعلم معلومه جديده. اتمنى فعلا تكون الناس بتستفيد بالمحاضرات دي، وافتكر دايما ان هدفنا من المسابقات دي هي ان احنا نشجعك ان انت تذاكر ونديك حافز ان انت تذاكر اكتر. فيا ريت الناس كلها تلتزم بالفيديوهات، الناس كلها تذاكر وتعمل التاسكات المطلوبه منها، حتى لو مش علشان الجايزه، علشان خاطر تتاكد ان هي خدت اقصى استفاده من الفيديوهات. شكرا ليكم جدا، واتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى لكم كل الحظ السعيد في المسابقات الجايه. كده نكون وصلنا لنهايه السيشن. بفكركم لو حابين تعرفوا اي معلومات عن الكورسات اللي بنقدمها هتلاقوا كل المعلومات في وصف الفيديو من تحت. اتمنى تكون المحاضره كانت مفيده ليكم، واتمنى لكم كل توفيق.